السلام عليكم. بالنسبة للأخ اللي خرج المقطع تاعو يضرب في وليدو، اغتنم كثير من مرضى القلوب هذاك المقطع باش يطعنوا في أصحاب اللحية دائما، أنه هذه معاملتهم لأبنائهم وهذا هو الدين الإسلامي. مقبل وقفت على تعليقات مثل هذه. فعل هذاك الأخ هداه الله وأصلحه وعفى عنه، فعله يمثله هو، أما الإسلام فله مصدر تشريع. شكون هو اللي يمثل الإسلام؟ يمثله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أم المؤمنين عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كما في حديث ابن ماجه: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة له، وما ضرب بيده شيئا قط، صلى الله عليه وسلم. ومنه: فأي فعل يفعله إنسان محسوب على الإسلام يعرض على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه فنعماه، وإن لم يوافقه فذاك الإنسان لا يمثل إلا نفسه، فلا يحسب على الإسلام ولا يحسب على. وفي الأخير نسأل الله عز وجل أن يهدي هذا الأخ وأن يتدارك وأن يتوب إلى الله تعالى من فعله، ففعله هذا محرم ولا يجوز. هذا البهائم ولا يجوز معاملتها بتلك المعاملة، فكيف يعامل ابنه بتلك المعاملة؟ نسأل الله عز وجل أن يصلحنا وإياه. والسلام.